اهلا بيكم في تالت حلقه من كورس لايت موشن. لو ما تعرفنيش انا حمو ايديت وبشرح لكم جميع انواع ستايلات المونتاج الحديث، ودي الحلقه الثالثه من كورس لايت موشن، وهشرح فيها ازاي تضيف نص وتغير شكل الفون وازاي تعمل حركات نصوص احترافيه. وعلشان مش هطول عليكم يلا ندخل على الشرح. اول حاجه عشان تضيف نص هتدوس على الزائد وتضغط على النص وتكتب النص اللي انت تحبه، وتيجي تدوس هنا وتدوس عرض جميع الخطوط. عشان تضيف خط معاك على التليفون هتضغط على الثلاث شرط اللي فوق وتضغط استيراد الخطوط وتجيبه من الفولدر اللي انت مخزنه منه. وبعد ما تجيبه من الفولدر اللي انت مخزنه منه هتلاقيه هنا موجود هنا. تختار الخط اللي يعجبك وتيجي تدوس هنا عشان تعمله يمين او شمال او في النص، خليها في النص على طول. وتيجي تختار اللون بتاعه من هنا، اي لون انت تحبه. وبعدها نيجي نعمل له كبره شويه كده، ونيجي نضغط على الطبقه ونضغط على التأثيرات، نضيف التأثير وندخل على نص ونختار تحويل للنص الإعدادات القياسية. هنيجي ندخل على الواحدة دي ونيجي عند إنهاء ونضيف كي فريم ونخليه 100 زي ما هو، ونيجي في الآخر ونضيف كي فريم ونخليه مثلا 30. بعدها هنيجي عند التحويل نضغط على حرف دي ونخليها كلمة، وهنيجي عند إزاحة هنيجي عند الإكس ونخليها -150. بعدها هنيجي عند دي ألفا ونخليها -1000. بعدها نيجي ننزل هنا ونخلي دي 100 ودي -100، والتدخل هنخليها 500 وبس كده. الحركة التانية بقى هنيجي نشيل التأثير خالص وهنضيفه تاني نفس التأثير برضو، نص، تحويل النص، ونيجي نضيف نضغط على نطاق ونيجي عند انتهاء نضيف كي فريم ونخليه 20، ونيجي في الآخر برضو ونضيف كي فريم ونخليه 20. وهنيجي مثلا هنا كده عند ثانية 15 ونضيف كي فريم ونخليه 100، وهنيجي هنا ونضيف كي فريم ونخليه 100. بعدها هنيجي عند تحويل ونجيب ألفا دي نخليها 1000، وهنيجي نفعل دي وهنضغط هنا. نيجي في الأول نخلي السرعة ديت 0 ونضيف كي فريم، ونيجي في الآخر ونخليها 10 كده. بعدها هنيجي نضيف تأثير كمان اللي هو إضافة تأثير، ونختار تأثير تحديد كمية، تحديد كمية الوقت، ونخليها 15 وبس كده. دي النتيجة. ولو عايز تعمل إضاءة للنص هتدوس هنا، تدوس على التأثيرات إضافة تأثير، وتيجي تبحث عن تأثير توهج الحواف ده وتضيفه. ولو انت مش عاجبك اللون الأبيض وعايز تغير اللون لأي لون تاني هتضيف تأثير دروب شادو أول واحد ده دروب شادو بلس، وتيجي تختار اللون اللي انت تحبه، مثلا لون أصفر، لون أحمر، أي لون انت عايزه. ولو عايز تغير برضو لون النص عشان يكون نفس اللون براحتك. وبكده نكون خلصنا شرح النهارده. ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان تشوف باقي السلسلة، وما تنساش تبص على الروابط اللي في الوصف.